قدموا طلب وكمان بالطلب كاتبين انه بدنا نفتح مكتب. لسنا مع إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا بالوقت الراهن، ونعتبرها انتخابات غير شرعية لن تخدم في إيجاد حل للأزمة السورية. طبعا بعد مرور 10 سنوات على الأزمة السورية ما زالت هناك تفاقم في الأزمة الإنسانية، عدم وجود أفق لإيجاد حل سياسي لسوريا. طبعا البيئة الموجودة حاليا لا تتناسب من أجل إجراء انتخابات في المرحلة القادمة. مطالبون هذه الدول والمجتمع الدولي يسعى بجدية على إيجاد تأتي بالضد من الجهود الدولية الساعية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية وفق القرار الدولي 2254. لذلك نحن نقول بأن عملية إجراء هذه الانتخابات تعرقل هذه الجهود الدولية وغير شرعية وتفتقر إلى أبسط مقومات الشرعية الانتخابية. لذلك نحن يعني بشكل عام يعني الشعب الكردي وكافة المكونات الأغلبية المطلقة من المكونات السورية لن تشارك في هذه الانتخابات. انتخابات غير شرعية، يعني شلون ما تفكر فيها غير شرعية. صارنا 10 سنين شعب تهجر، شعب انقتل، شعب اعتقل، والانتخابات راح تصير في مناطق محدودة، يعني مناطق تابعة للنظام بس كل المؤيدين للنظام، يعني ما في أي شرعية للانتخابات، والانتخابات معروفة يعني راح يطلع آخر شيء بشار الأسد. يعني مو وقت الانتخابات ولا شيء، العالم يعني عايش في حاله، يعني فوق الهاي يعني عم يخلوا الاسعار وهاي والدولار يرفعوه كذا، يعني العالم كله يعني مسكينه فقيره مندمرين، يعني خلي يشوفوا هالشعب، يعني مو وقت لا انتخابات ولا شيء.